والله سبحانه وتعالى قد يطلع على أعمالنا فلا يقبل منها شيئا. وشكون هذا اللي يقدر يحاسب ربي سبحانه وتعالى؟ ولهذا المسلم لا يتواكل، والمسلم لا يقول أنا خلاص احنا رانا مفوتين 21 رمضان صمنا فيهم ما شاء الله، صلينا التراويح وركعة ما رطيناها. أقول لك ركعة، وين تدري أنت؟ وين تدري هذيك العبادة الجوفاء اللي نقدموها؟ أعظم مصيبة أنك تحس روحك قديم في الالتزام والاستقامة، وتولي تقدم لله عز وجل عبادة وأنت متواكل على تلك العبادة وتلك الأقدمية التي قدمتها لنا. والله سبحانه وتعالى قد يطلع على أعمالنا فلا يقبل منها شيئا. وشكون هذا اللي يقدر يحاسب ربي سبحانه وتعالى؟ المسلم وعجلت إليك ربي لترضى. المسلم عنده واحد الشيء اللي هو الشوق إلى الله تبارك وتعالى. هذاك الشوق إلى الله والطمع في الله سبحانه وتعالى ومداومة الافتقار إلى الله يخلي البنادم دائما يجري ويحس روحه ما دار والو. قد ما صدق، قد ما صلى، قد ما صام، قد ما قام الليل، ما دار والو، ما على بالوش الشيء اللي راح يديروا، بالك هذاك هو اللي يدخلوا الجنه. دائما الشيء اللي راح تديروا هذاك هو اللي يدخلك الجنه، حتى تلقى الله وانت في اعلى عليين. والله سبحانه وتعالى قد يطلع على اعمالنا فلا يقبل منها شيئا. وشكون هذا اللي يقدر يحاسب ربي سبحانه وتعالى؟